ايوه شو جبتك ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شرفاكم صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم اخوكم سلم من قناة سلم الزبيدي. اليوم راجعين لكم مقطع توب 5 ناري جاء داخل الحين نازل على السوق. في المقطع السابق شفنا اغلى الاكلات بالعالم. اليوم بالمقطع ذا بنشوف اغرب الاكلات بالعالم. وبرضه اليوم يا عيال من اللقافة اللي فيني كنت اتمشى وامي مشغل كواية الملابس، اجي بتلصق يدي بالكواية وتنحرق. يا عيال شوفوا في المرتبة الخامسة من اغرب شيء بالعالم الروتيلا. وش الروتيلا؟ هو عنكبوت كبير يغطي جسمه شعر كثيف. حلو؟ لا والله مو حلو، بس كمل سالفتك سالفة. بمدينة كمبوديا وفي فترة الحكم الشيوعي، فترة السبعينيات، يعني عام 1970 71، يعني قبل تقريبا 50 سنة، يعني صار في مجاعة بكمبوديا سمعت العالم كلها فيها. صار طبخة العناكب المقلية عندهم وجبة فاخرة وخفيفة ونظيفة ولطيفة. طريقة الطبخ اللي حاب يجرب طبعا يجيبون قروب عناكب، يعني 300 عنكبوت 400، وينقعون لهم مسحوق أبيض. المسحوق مكون من ملح وسكر. أنا أول مرة أشوف الملح والسكر يتخالطون مع بعض، ما عليك باختلاف الثقافات، وماجي وبهارات. ثم يحطون العناكب بالمسحوق ونخلط نخلط نخلط نخلط، ثم يطلعونه من المسحوق ويحطونه بالزيت. ومن عليك بالعافية. تعالوا خلونا نشوف الطبخة وطريقة التحضير. يلا بسم الله. هذا العنكبوت اللي نتكلم عنه، أعوذ بالله. حطوهم بالمسحوق. يا عيال شايفين ذا شيء خفيف حق نفر نفرين، مو كثيرين الجماعة. هذا الزيت. ايوه عليكم بالعافية. مو كثيرين مو كثيرين. ايوه بس ما شاء الله مستانسة. واو. في المرتبة الرابعة الاخطبوط الحي. لما نجي نتكلم ان الاكلات الغريبة بعيدة عن الجراد ننتقل من الخليج العربي ونروح إلى آخر ما أمر الله في آسيا. الصين، كوريا، اليابان، هذه الدول مشهورة بغرابة أكلها. حتى قوم يأجوج وماجوج اللي تحت الأرض اللي نسمع عنهم كثير ما يأكلون زي ما يأكلون الصين، ما يأكلون ضفادع، ما يأكلون عقارب، ما يأكلون تجيب لهم استغفر الله يأكلون. فيعد طبق الأخطبوط الحي من أشهر الأكلات في كوريا، بالرغم من أنه سبب حالات وفيات كثيرة سبب الاختناق، لأن الأخطبوط فيه على يدين عصبونات. العصبونات زي حق توم جيري، عيال ذيك اللي يحطونها بالحمام وانتم بكرامة، اللي يسقطون فيها، يعني يفتحون الحمام وانتم بكرامة، في على يدهم زيها. مو ياكل الواحد ويبلعه، تلصق بحلقة داخل ويختنق وما يقدر يتنفس. الله يطيح حظك في امريكا. يتنفس ويموت. طريقة التحضير ما يبيها شيء في عيال ابدا. الحين انتم قاعد تتابعين يمكن تسويها. تجيب الاخطبوط تحطه صينية تقطعه. لما تقطعه ما يموت يا عيال، يظل يتحرك زي الضب. لما تحطه على النار يظل ذا يتحرك. ثم تحط عليه ليمون، زيت، خضروات، بهارات على راحتك. ثم نخلط ونحصل على وجبة الأخطبوط الحي اللي ما راح نشرب وراها مي. لا راح نخترق، واضحة. يلا خلونا نشوف الوصفة. بسم الله. يعجبك تلولو. ايوه شو جبتك ليه؟ ولا أروع. أعوذ بالله. يلا يكون قاعد تبلع ما تعرف.
المرتبة الثالثة بوداك، الطبخ بالحجارة، وهذه طريقة طبخ منغولية جاية من منغوليا، وحنا نسويها هنا طبعا، والعالم تأثرت فيها كثير. منغوليا علمونا كيف نطبخ المندي بالحجر والدجاج على الحجر، وكيف نسوي مساج بالحجر، لكن دائما عندهم طبخة حصرية وهي البودك، وهذه وجبة مشهورة عندهم منغوليا، اللي يجيبون تيس يسلقونه، بعدها يسلخونه ويقطعونه، ثم يجيبون الجلد ويحطون فيه حجر، الحجر محطوط على النار ساعة، بعد ما يحطون الحجر يحطون لحم ويحطون على زيت وخضروات تخبرون والبهارات أغراض الطبخ، بعدها يسكرون الجلد وينتظرون لين ما يستوي 8 ساعات 9 ساعات، تكي ما وراهم شيء. تعال يابا خلينا نشوف البوداك كذا كيف يسوونه. يلا بسم الله. شوف هذا الحجر، النار حطوه داخل جلد التيس، يلا حطوا اللحم. شوف هذا اللحم بين مذبوح بوكسات مو شنقا حتى الموت. هذا الحيوان اللي يسموه على البوداك، يحط لحم يرجع يحط حجر يرجع يحط لحم يرجع يحط حجر يحط بطاطي. سكره، ايوه حطه بالارض، انتظر متكي ما وراه شيء. في المرتبة الثانية البلوت، طبعا هذه الأكلة عندنا بآسيا ومتأثرين فيها الفلبين كثير، سبحان الله العظيم. عندنا البلوت لعبة، عندهم البلوت طبخة، اختلاف ثقافات. شنو السالفة سالفة؟ هذه البطة عرفتوها؟ تجي تبيض ترقد على البيضة، بعدها تفقس ويصير صوص ويصير بطة وترجع البطة ذيك تبيض، عرفتوه؟ لازم البطة تقعد على البيضة 21 يوم عشان يفقسوا ويصير صوص. هذول الفلبينيين وش يسوون؟ يخلون البطة ترقد على البيض 18 يوم فيكون الصوص مكتمل، لكن فيه شوية بياض يعني شوية مي ما يخليه ينطلق إلى مسيرته الحياتية. ثم يسلقون البيض ببخار المي. أسرع طبخة بالحياة، أسرع أكلة بالحياة، أبدا لا ملح وسكر زي أخواننا قبل شوي أبدا. يلا خلونا نشوف طريقة طبخ أخواننا الفلبينو. بسم الله. شوفوا الصوص مكتمل لكن البيض لحد الآن في موية، جت جديد تقشر. اوكي بالعافية. عقيدك مذاق لذيذ. يخلصي وش حطت زبدة. الله يقرف أهلك، الله يقرف أبوك، استغفر الله. نايس. أبو في طب الله يقرف أهله انقلعك بس. في المرتبة الأولى الكيفياك، وهذه الطبخة مشهورة ببرينلاند، وما تترك هذه الطبخة إلا بالشتاء. طقوس عندهم أعياد الميلاد، عيد رأس السنة، عيد الحب، زي حلاوة العيد عندنا. طريقة التحضير اللي حاب يجرب ما في أسهل منها، أسهل طبخ الحياة. يجيبون طيور الكيف باك الميتة فاطسة ويحطونها داخل بطن فقمة فاطسة ميتة، بعد فقمة فاطسة طيور فاطسة، ثم يحطونها تحت صخرة كبيرة لمدة 3 أشهر. يبونها مخدرة سنعة زي القهوة الشمالية السوداء، عرفتوها؟ ويدهنون الفقمة بزيت عشان الدود ما يجي عليها وياكلها، عشان ما تدود يعني. حدثني عن النظافة، حدثك عن فقمتهم، أقصد طبختهم. تعالوا خلونا نشوف الكيف باك بعد ما استوى يعني. يلا بسم الله. شوف هذا الطائر مرة نايس.
الحين قاعد تنتف جدتي بعرف جدي. طبعا يا عيال ما راح يقطونا، راح ياكلون كل شيء، جناحين، ريش، رجول، مصارين، كل شيء. عطيله. ايوه شوف شوف. المهم الحين وصلنا المقطع، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسون تحطون لايك، شير، سبسكرايب، واشتراك عند كل اخوانكم بالواتساب. ترقبوا المقطع الجاي يوم الثلاثاء الساعة 2 الظهر. سلام.